حميد إبراهيم الدريمي، مواليد 91، أسكن محافظة بغداد، حي الدورة. فكرت بالعملية الانتحارية بعد مقتل زوجي من قبل قوات الصحوة في بيجي. فكرت بالعملية الانتحارية وارسلت رسالة للحارث، هو أمير دولة العراق الإسلامية في العامرية. بعدها ما صارت الشغلة، استشهد حارث على يد جيش إسلامي. بعدها خابرتني زوجة فراس وقالت لي اكو بدلة مال عرس اذا تريد تتزوجين، تقصد يعني العملية الانتحارية. جمع علينا يعني بغداد وكلمت بابا بالموضوع، بابا وافق علي. طلعنا بالصبح من بغداد لكركوك. بالليل قرأت الوصية الاستشهادية لدولة العراق الإسلامية، والهدف كان بأربيل. الصبح طلعنا من كركوك لأربيل. بالطريق ألقى القبض علي من قبل قوات الأمن الكردية.